اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم وحساس بزاف. كيفاش الإباحية كتأثر على دماغ الشباب، المخاطر اللي فيها، وشنو الحلول باش نتفاداوها بطريقة سهلة وبلا مجهود كبير. هاد الفيديو موجه لأي شاب أو فتاة باغين يحافظوا على دماغهم وصحتهم النفسية. كيفاش الإباحية كتأثر على الدماغ؟ الإباحية كتخلي مراكز المكافأة في الدماغ كتعتمد على المتعة السريعة والمستمرة. مع الوقت الدماغ كيولي محتاج مستوى أعلى من الإثارة باش يحس بالمتعة. النتيجة ضعف التركيز، قلة الصبر، صعوبة الاستمتاع بالحياة الطبيعية. المخاطر ديال الإباحية على الشباب: الإدمان النفسي والذهني. الشاب كيولي محتاج يشوف الإباحية باش يحس بالراحة والمتعة. مع الوقت الدماغ كيعتاد على الإثارة السريعة وصعيب يرجع للاستمتاع بالحياة العادية. توقعات جنسية غير واقعية على الشريك، كيولي الدماغ مرتبط بالصور والفيديوهات فقط وما كيبقاش يستمتع بالعلاقة الطبيعية. العزلة الاجتماعية، الشاب كيولي يقضي ساعات طويلة بوحده قدام الشاشة. ضعف التواصل مع الناس الحقيقيين، صعوبة تكوين صداقات أو علاقات صحية. العنف الجنسي والخطر على الآخرين، بعض المحتويات كتشجع على العنف أو استغلال الآخرين. الشباب ممكن يتعلم سلوكيات خاطئة ويطبقها في الحياة الواقعية. والخطر الأعظم غتلاحظ هو أنه كنتي كدوز من مشاهد عادية لمشاهد الممارسة الخلفية، ومن بعد كتمر لمشاهد الممارسة العنيفة، مشاهد الإنسان مع الحيوان، وكتختمها بمشاهد المثليين. وهنا كتكون خسرتي في اللعبة، ومهدد أنك أنت أيضا ترجع مثلي. أظن أن هذا كافي باش أنك تنقاطع على هذه المحتويات. ما حدك باقي في الرجولة تاعك قبل ما يفوت الفوت. علاش الإباحية كتضرب الشباب كتر من الناس الكبار؟ الدماغ ديال الشاب مازال كيتكون. دماغ الشاب كيبقى كيتطور حتى تقريبا 25 عام. في هذه المرحلة الدماغ حساس بزاف لأي متعة قوية وسريعة. الإباحية كتضرب مباشرة مركز المتعة وكتخلي الدماغ يتبرمج عليها بسرعة. الفضول الجنسي عند الشباب أقوى. الشاب طبيعي يكون عنده فضول جنسي. الانترنت عطاه وصول سهل سريع وساري. كيبدا غير بالفضول ومن بعد كيطيح في الدوامة. الكبير غالبا راه جرب وعارف الحدود. الشاب باقي كيتعلم وما عارفش العواقب. الفراغ والملل، بزاف شباب ما خدامينش، ما قارينش، وقت طويل مع الهاتف. الفراغ زائد الهاتف يساوي خطر كبير. الكبير عنده مسؤوليات، خدمة، دار، عائلة. الشاب عنده وقت فارغ بزاف. عادات يومية كتقتل الإباحية من الجذور، وهادشي كيتجلى في الإرادة ديالك لتغيير هاد النمط العيش. ما تبقاش بوحدك، خصوصا قبل النوم، في الحمام، في الليل. بدل العادة ماشي حاربها. ملي تجيك الرغبة شوف فيديو مضحك، اسمع قرآن أو بودكاست، دير مكالمة قصيرة مع شي واحد. الدماغ خاصو بديل ماشي فراغ. نعس بكري، ما تبقاش تشعل الرغبة بيدك. حبس الريلز المليان إيحاءات، الصفحات اللي فيها بنات عورات. ما تلعبش بالنار وتقول علاش تحرقت. وأهم حاجة هي التقرب إلى الله بالصلاة وقراءة القرآن. يقول تعالى في كتابه الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهادو بعض التطبيقات كتبلوك الإباحية. إلا سيطرتي على شهواتك راه سيطرتي على حياتك، وإلا خليتيها تسيطر عليك ما تلومش غير راسك.